وهذا الكلام عن مالك في قوله وفي فعيل وصف فاعل، لأنما قال وصف فاعل طلب من فعيل وصف مفعول كدليل أثنين فلا أعظم. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد ثلاثة انت فعيل فعيلة كريم وكريم مما مقدور من أجله أو بأجل التعجب أو حالا يعني مصدر بهذا الحال أي متعجبا. نعم ما هذه المعنى مكانية شرطية موصولة يقولون إنها نكرة كاملة ولكن عند العرب تقول ما تعجبية هي ما تعجبية. طيب مثال هذا أقول ما أجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كيف تعرفها؟ نقول ما تعجبين اسم مبني على السكون في محل رفع، وأجود فعل الماضي مبني على الفتح، وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو يعود على نفسه. قال تقديره هو ما هو الكلمة مستتر وجوبا، والقائل أنما كان تقديره هو يقال مستتر جوابا، لكن هنا يقولون إنه مستتر وجوبا. لماذا؟ لأن هذه الصيغة جرت مجرى المثل عند العرب فقالوا لا يغيرونها. ما يمكن يقول ما أجمل هذا وكذا ما يمكن أن تكون به، ولهذا قالت تظهر حسين أو تفهم قول السؤال أمامه. طيب النبي مفعول به لأجل منصوب بفتح الضاد. وقال إن أبا الأسود السؤال إنه سمع ابنته وهو يقول ما أحسن السماء ما أحسن السماء، فقال لها نجومها لأن السؤال هي قالت تفهمي، وقال نجومها يعني أحسن السماء نجومها، فقال لست أسأل عن ذلك ولكني أعجب من حسنها. فقال لها هل فتحت باقي؟ فقلت ما أحسن السماء ما أحسن السماء. طيب هذه إذن إعرابها اتبعها ما تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن في الماضي وفاعل مستتر تقديره هو يعود على ما، وزيدا مفعول به منصوب بفتح. نعم والجملة حضرنا الجملة المنصوبة وفعل حضرنا. قال أو جئ بأفعل قبل مجرور بها على الفعل، أو جئ بأفعل يعني بفعل على وزن أفعل قبل مجرور بها، فتقول مثلا أجمل بعمر أجمل بعمر وهي ما أجمله أجمل بعمر. أجمل هذه فعل أمر لفظا لكنها خبر بمعنى ولذلك
جاء الضمير فيها بارزا، جاء الضمير فيها بارزا، قال جاء الفاعل فيها بارزا، جاء الفاعل فيها بارزا. فأجمل بعمر، يقول أجمل فعل تعجب أبناء السكون. والباء حرف جر زائد، وعمر فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، من عمر غير الفاعل محل حركته حرف الجر الزائد، وهذا الحرف زائد وجوبا، ما يمكن حرفه، ما يمكن أن أقول أجمل زيد وهو داخل وجودا، قد يصير شذوذا الشعر لكنه نقص له. إذن أجمل بعمل كلمة إذا هذا تعجب ولا لا؟ أجمل، أنا قلت أجمل فعل تعجب هنا يكون من حرمها. والباء حرف جر الباء بضمة مقدرة على آخره، من عنده ويقال من حرف حركته حرف جر الباء. هل هذه الصيغة التي قدرها موجودة في القرآن؟ نعم. قال الله تعالى: كما أكثرهم على الله، كما أكثرهم على الله. هل تعرفوا ولا لا؟ هل السؤال؟ وقال تعالى: أخلينا فيهم وأبصر يوم يحكمون، يهديهم وأبصر، يعني ما أسمعه وما أكثرهم يوم يحكمون. فكلت السؤالين موجودة في القرآن. وقول أوجئ بأكل قبل مطرور بجاء واجب ولا لا؟ واجب الباء قال المؤلف: وتلو أفعل تنصبنه. وتلو أفعل، تلو شهادة مفعول به هنا مقدر يفسره ما بعده. يعني معانا من باب الاستغاثة، فأكتب وانصب تلو أفعال، وانصب تلو أفعال. فالفعل استعلى بضميره ولكنه يترجح نفسه هنا. لماذا؟ نعم، من الذي عن الله القلم. قال: وتلو أفعل انصبنه كما أوفى قليلين وأكثر. كيف تعرف كما أوفى؟ تعرف فتح كما اسم ذنبه، لكن يقول كما أوفى الفتح الفتح، وما أوفى قليلين كلها اسم مجرور بالكاف، وإن جاء بسكن قدر على أحد وما من دونها الحكاية، وما من دون الحكاية. ما أوفى قليلين رابعا والتقليد الآن
كما قال منه من يعرف إذا حكم قضى على من عن غير. طيب هذه أيضا فهو تعدد من كرمه وعن سبيل تعدد من كرم هذين. نعم أنا أقول مثلا إذا عرفت من تعرف هذا لأنك ليس عند نفسي، لكن إذا عرفت من تعرفون هل يهدى بعض أكل بالرجلين أو أكل بزيت كبير فأكل بزيت عبد والبحر في ذلك بزيت أقول لما نقدر على آخر إنما نبوي مستعمل وعرفت حرف بالرجال لهنا نفس الشيء هل حرف الزائد ولها ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف الجر باعتبار حرف الجر ولا هو حتى الرأس حتى نقول مرة. ها؟ لا إذا كان مطلوب فلا فقط هنا إذا كان مطلوب الحميد وأفعل قال وحذف ما منه تعجب الصدر حذف ترى الحذف مفعول مقدم للصدر وحذف ما أي الذي وحذف مضاف والما مضاف إليه
منه متعلق تعجب بالصدق، يعني القاعدة أجل حيث ما تعجبهم، لكن بشرط إن كان عند العبد معناه يضع، إن كان عند العبد معناه يضع بمعنى يتضح ويبين، فيجوز أن تحسب المتعجب منه بشرط أن يكون المعنى واضحا. قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر وما يكون، وقال تعالى أسمع بهم وأبصر ما لهم من دونه ولي. أصلا أسمع بهم وأبصر بهم، وأسمع به وأبصر به، وحلف متعجب منه في الفعل الثاني يظهر المعنى. وتقول مثلا ما أكرم زيدا وما عجب، ما أكرم زيدا وما أجود، أي وما عجب زيدا، فنحسبه للعلم به وعلم من كلامه أنه إذا لم يتبع المعنى الحدث فإنه لا يجب. كما لو قلت ما أكرم زيدا وأدخل عمرا، ليه بتنفذ عمرا؟ ما أكرم زيدا وأدخل ونقول لا، ما أدخل زيدا، ما أكرم زيدا وما أدخل ما أدخل. إذن لا بد أن يقال وما أدخل عمرا وتأتي بالمتعجب منه، فيقول ما أكرم زيدا وما أكثر. يقول قصد هذه التناقض، فقد يكون في حقه هذا وهذا، فحينئذ يكون المتعجب منه واضحا واضح. وفي كلا الفعلين إثما لزم منع تصرف بحكم حكم. معنى كلام معين أنه يجب أن يكون الفعلان متقدمين على المتعجب منه. هذا قائل يجب أن يكون فعل التعجب سابقين للمتعجب منه. وتقول مثلا ما أحسن زيدا، لا يمكن أن تقول ما زيدا أحسن. وفي كلا الأمرين إثما متقدما لزم منع تقدم، يعني ما تتصرف فيه وتقدمه بحكم حكم، يعني هذا حكم محدد لا يمكن أن يتقدم ابتداء قتل العاجل منه على الفعل. بل يقول أسمع بزيد وبه أبصر. هذا ما يمكن، لا بد أن يكون المتعجب منه متأخرا، أن يتقدم أن يتعجب منه. لماذا؟ قالوا لأن صيغة التعجب وردت عن النفاذ عن العرب وكأنها أمثلة باللفظ، لأنها أمثلة لا تتغير، ولهذا وجب أن تبقى على الترتيب وعلى الصيغة وتعني وجوبا بما أفعل. وسوقهما
لكن الآن حتى الشارع مفهوم وين في السبب لأن الثالث من الحمد ثلاث ثلاثين ما تقول مثلا ما أحسن زيدا ما يحسن زيدا ما تقدم ولا يقام الله ها؟ إيه ما يتصرف في الحكم هذا حكم محكوم ويمكن نعم يمكن ما يتصرف إن هذا معناه يرفع على من عليه والصيغ هنا الضمير يصيغ ما يعود على إيه؟ على صيغتي فعل التعدد صيغنا من ذي ثلاث من ذي ثلاث أي من الفعل الثلاث ولا يصاغان من الرباعي ولا من الثلاثي ولا من الثلاثي ولا يصاغان إلا من الثلاثي أحسن أكرم أحسن أكرم أسمع نعم سمع الثلاث قول أسمع من سمع وأكرم من كرم هذا واحد ذرك لابد أن يكون هذا الثلاثي متصل فإن كان جامدا ما يصاغ منه الثلاثي النعمة لا يمكن تقول ما أنعم زيدا لو قلت ما أنعم زيدا بمعنى نعم زيد خطأ ما أنعم زيدا بكيف معنى لأن أعلم النفع من نعم ينعم لا من نعمة أو بئس يصح في النعمة زيدا ما تكون وهكذا ليس زيد بدقيق لو عرفت متعدد من كرمه يقول ما عليك زيدا ولا بد كل متقدم قابل قابل هذا الخط الثالث قابل قابل يعني من قابل يكون من فعل يقبل معناه التفاضل يقبل معناه التفاضل يكون شيء أكثر من شيء الكلام يقبل التفاضل يقبل التفاضل بعض الناس كريم جدا وبعضهم كريم وفر وبعضهم رقيق نعم ليس بكريم وهو قابل التفاضل طيب مش مثل المناخ والتفاضل مثل العمل عمل ذكر ما عمل قلب عمل ذكر يقبل التفاضل الآن هو الذي لا يقبل ما نحن من عمي في الانقلاب ما تقول ما أعمى زيدا لا نحن التعدد طيب ما الموت يحدث التفاضل ما تقول ما أموت يجب ما أشوف من المعنى هذه ثم لا هذه الفضل أي من فعل كان مثل قام وقعد وأكل وسجد ونعمل كلام الناس من الفعل الناقص فلا يقع مثل التعديل كان في الماضي ناقص يصح نقول ما أكونه قائما يجوز الله هذه الذي يكون كان غير الانتفاع يعني معناه أنه غير منه وكان كان هذا النتيجة من النفي أو من الوزن فإذا كان النتيجة ما يمكن أن يكون مستعد
إذا قلت ما قام زيد لو قلت ما أقومه انقلب المعنى من نفسه إلى إثبات ما أقومه. لو قلت ما أعظم قيامه أول النفي إلى عدم ما أعظم قيامه ما يفعل ولكن تأتينا كلام قليل قال وغير ذي وقت يضاف أسهل يعني وفيهما من فعل لا يصاب منه الوقت على أسهل وفي شهد يشهر فهو أسهل ما تقول ما أسهل حمر يحمر فهو أحمر ما يمكن تقول ما أحمر إذا قال ما أسوده ما يعني على أن الوقت أنه على أحمر واضح؟ طيب وهذا التركيز كذا فإن بعض المحدثين يقول لك الفرق والناس يفهمون الفرق بين فلان أسود وبين فلان ما أسود أليس كذلك؟ يعني مع ست الحوادث على من يقابل للتفاضل يفهم بما أسود. طيب ما أعرف زيدا من قلنا بالجواز جعله المرأة وغير ثالث سبيل بعيدة يعني هذا ليس لديه المجهول مثلا بعيد لا واحد يكون غالب عادي لكن ما تبدأ أنا عندي مدير أنا عندي أبو هو طيب يجب ذكر واحد ضرب ذكر ضربا عظيما نقول قولي ضربتهم كلها لو أردنا أن نتعدد من هذا الضرب وقلنا ما أضرب ضربا يصلح يجب ما أضربه معناه أن الضرب وقع منه وأنت تريد أن تتعدد من ضرب وقع على يختلف المعنى لأن هذا ما إذا كان من مبنية المثل نعم نعم تنقل الله العربية إذا كان عندهم شيء غريب ما أقبل لأن ما أصدر منها طبعا قال بعض المنكرين في العدد إن ما يقال فيه الجن ما أصدر وأن اللي يتعجب غير الله القائل يقول فيه القائل ما أصدر ولهذا عدلوا عن هذا الذي حدث من الله مثل حدث عن إبراهيم إلى قوله إن هذه يكون بما يتحدث من هذا الآية الرمى والعجيبهم وعجيبهم عجيبهم وعجيبهم نعم ماذا يقولون أن دراسة احتجال آياتهم يجب يعني لا تعدد تأتي بما وعرفت التعدد
إلا أفعل فالتي يأتي بأفعل بعد ما أولا. هذا واحد. أو بالداخل الصيغة أخرى أخرى قبل مجهول إذا روى متأكدين. والمثال الأول أفعل ما أكرم بيتا وهذا وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأشدد أو أشد أو شبههما يخلق ما بعض الشروط عدلا. قوله وأشدد أشدد على وزن أفعل، وقوله أو شد على وزن أفعل، لكنه أتى بها مثل وصل الضرورة بغلط الشيء، يعني أفعل أو أفعل، مثل أشدد وأعظم وأشدد وما أشبه ذلك. نعم. وقوله أو شبههما معطوفة على قوله واشدد، وعلى قوله وأشدد أشدد. وقوله يخلق كما في الجارة هنا خبر المبتدأ. وقوله ما بعض الشروط عدها، ما هذه الموصول مفعول يخلق، وبعض مفعول مقدم لقوله عدل، أي يخلق ما عدم بعض الشروط، يخلق ما عدم بعض الشروط. وقوله عدنا بالألف، الألف هنا للإطلاق وليست للتثنية، يعني لإطلاق القافية وليست للتثنية. والقائل من هذا البيت يقول المؤلف: إذا لم تتوفر الشروط في كلمة من شيء مما تريد أن تعبر منه، إذا لم تتم الشروط فاجعل بدلها أشدد أو أشد، أشدد أو أشد. مثلا إذا كان الفعل غير ثلاثي، إذا كان الفعل غير ثلاثي هل يبنى منه في التعدد؟ لا، أنا أقول كده يبنى في التعدد؟ لا، لأنه قال وصوغهما من ثلاث. ومثلا ثرثر هل يصاغ منه فعل التعدد؟ لا يصاغ، لأنه زائد على الثلاث. إذن هات أشد أو أشد، فقل أشد باستغفاره. أكثر إذا كنت تعدد من كثرة تقول أكثر باستغفاره. أو ائتي في أشد مسبوقا بما، فتقول ما أشد استغفاره، أو ما أكثر استغفاره، ما أكثر استغفاره. طيب، سبق أنه لا يصاغ من الوصف منه على أفعاله، مثل أحمر، ولا يقال ما أحمر، ما قال ما أحمر، ولا أحمر به. ماذا نقول؟ ما أشد احمرارا،
أو أشهد باحمراره. طيب سبق أنه لا يصار مما لا يقبل التفاوت كالعمى مثلا، فلا يقال ما أعماه ولا يقال أعني به. إذن نضيف أشد أو أشد، فنقول ما أشد أماه وأشد بأماه، وعن هذا فقط يقول وأشد أو أشد أو شبههما يخلق ما بعض الشروط عدمه. طيب وما عدم كل الشروط؟ حدث بالبدر إذا كان يعدم بعض الشروط ولو شرطا واحدا يؤتى بأشد أو أشد، الذي فقد جميع الشروط من باب أولى. قال ومصدر العادم بعد ينفصل. مصدر العادم بعد ينفصل وبعد أثر جره بالبيان، وبعد أثر جره بالبيان. مصدر العادم، مش العادم، العادم بعض الشروط بعد ينفصل، بعد ينفصل بعد متعلقة بينفصل، أي ينتصب بعد أشد، ينتصب بعد أشد. مصدر العادل ينتصب بعد أشد، فتقول ما أشد استغفاره. أنت الآن تبي تعدد في الاستفهام، تأتي بأشد وتحول الفعل إلى مصدر وتنصبه بأفعال التقدير. تقول ما أشد استغفاره إن كنت تريد أن تتعدد من شدته، وإن كنت تريد أن تتعدد من كثرته فتقول نعم ما أكثر استغفاره. قال وبعد أفعل جره بالبعد. بعد أفعل لأننا أن مصدر العادم إذا أتيت بأفعل يجب جره بالباء، فتقول أكثر استغفاري، أكثر باستغفاري، أشتد بعماه مثلا. وعلى هذا فقط. هذا المؤلف في هذا البيت أننا إذا أتينا بالنائب هو أشد أو أشد فإننا نحول الفعل المتعدد منه إلى مصدر منصوب بعد أشد أو مجرور بالباء بعد أشد بعد أفعل به. وأظن هذا واضح من الأمثلة. قال وبالنذور احكم لغير ما ذكر. بالنذور احكم، النادر معناها القليل جدا، وقول النذور متعلق بحكم، فنحكم بالنذور أي بالسنة القليلة لغير ما ذكر، لغير ما ذكر مما خالف الشروط. فإذا وجدت شيئا من كلام العرب مخالفا لما قررته فقل إنه نادر. وهذا شأن النحوي رحمه الله، إذا أحسنوا القواعد كما ورد يقولون إنه نادر، ولو أنهم قالوا إنه نادر وأنه يجوز على سبيل النذور لكان الأمر هينا، لكن يقول ولا تقف
على الذي منه أثر. أثر بمعنى نقل، يعني لا تقف على الذي نقل عن العرب مما خالف الشروط وطاغوا منه التعدد، لا تقف. وأظن لك في الشرع عدة أمثلة أقرأ علينا منها. ولا يقطع وقولهم ما احترم فبنوا قطعا من فعل زائد على ذلك حكم ومن المفعول، وكقولهم ما احمقنا فبنوا قطعا من فعل الوقت منه على افعل نحو حنق فهو احمق. وقولهم ما اعتاه وعدت به فبنوا افعل وأفعل به من حسن وهو فعل غير محترم. على كل حال مالك رحمه الله يقول هذا النادر لا تقف عليه. وعند أهل العلم في الفقه يقولون إن النادر لا حكم له. النادر لا حكم له، العبرة بالفاعل، أما الشاذ فلا عبرة به. وهذا في كل شيء وكل شيء. الشاذ الخارج عن الظواهر ما يوقف عليه، إنما يعتبر له ولا يحس به. أي قولهم ما أخطره شاذ صغير فقلت ما أخطره مع أنه من خطر، وبهذا يقال هذا كتاب مختصر مكتوب. وهذا مخالف للقاعدة لأنه أكثر من ثلاثة ولأنه مبني بنفسه. ومع ذلك العرب يقولون ما أخطر، ما أعتاه يفعل كذا، ما أعتاه يفعل كذا. لو تقرؤون يا سيد لو تقرؤون القرآن أفضل لكم وأفضل منكم. كذلك تقول ما أعطاه يفعل كذا أو بذلك كذا. فهنا بني من فعل ثلاث صحيح أتى ثلاثة لكنه جامد. يقول المؤلف إنك لا تقيس على هذه الأشياء لأنها تسمع ولا يقاس عليها أو تخطر ولا يقاس عليها. ما أعتره لا، يعني من كان ثلاثي قابل للتقاطع ومن قبيل سائل أثر الشيء تقول ما أثره، يكبر الشيء فتقول ما أثره. قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله. هذا قائد يقول من هذا الباب لا يقدم معموله أبدا، لا يقدم معمول. تقول ما أحسن السماء، أين يقول أحسن؟ السماء. لا يجوز أن تقدم السماء على الفعل أحسن، فلا تقول ما السماء أحسن، السماء أحسن قول نعم. ولا يجوز أن تقول السماء ما أحسن، وتقدم السماء بالمفعول على ما وفعل. وهو داخل في قول المؤلف لن يقدم معموله، وقول لن يقدم اعلموا أن الألف هنا للإطلاق وليس التثنية.
يعني أن فعل هذا الباب مأمور هذا الباب مأمور هذا الباب لم يقدم على فعله، سواء تقدم على الفعل دون ما أو على الفعل وما ماذا. وكذلك الصورة الثانية أشبه به، تقول مثلا أحسن بالسماء، أحسن بالسماء، ها؟ ما تقول بالسماء أحسن، ما تقول بالسماء أحسن. وذلك والله أعلم لأن هذا الباب يرى مجرى الأمثلة، يرى مجرى الأمثلة، والأمثلة ما تتغير، تبقى على موارد عن العرب، لا تقدم ولا تؤخر. أيضا يختلف عن غيره والاختلاف الثاني، ووصله به الزمن، وصله مفعول به، والزمن فعل أمر، وهو الذي عمل بقوله وصله، يعني والزم وصله به. مثال ما أحسن السماء، سماء منفصلة في الفعل ولا لا؟ هذا الفعل ما أحسن السماء منفصلة بالفعل، نعم، وجوبا ولا لا؟ وجوبا. مالك يقول لن يتقدم على الفعل ولن يفصل بينه وبينه بفاصل، ولهذا قال ووصله ظروف ما لا يتوسع في غيره. ومن من يقول انه ممنوع لازم. وتقول ما أخفى في الغرفة اللمبة أو اللمبة صح، أنا رفعت لأن اللمبة صح. ما أحسن في الغرفة اللمبة صح، هذا الخلاف. إذا أردت أن لا أتعرض للخلاف فماذا أقول؟ ما أحسن اللمبة في الغرفة، وأحسن الخلاف، والخلاف كما قال ابن مسعود الخلاف شر، فما دام أننا نخرج عن الخلاف لا سيما في النحو هو أول. لكن مع ذلك ما نرى على رأينا وقاعدتنا السابقة، ما نرى لزاما علينا هذا الأمر، لأننا قلنا في خلاف النحو المكتبة الأسهل والأوسط، وهذا الخلاف في مقتضى نصوص شرعية، في مقتضى أمور عقلية، فما دامت المسألة نافية عن نصوص شرعية فما هو أيسر فهو أول. قال الثمن والخلق، الخلق مبتدأ، أين الخبر؟ في ذا أو في ذا، هل يتم الكلام والخلق في ذا؟ لا، ولكن يكون بقوله استقر، فيكون الجملة استقر هي الخبر، وفي ذا متعلق باستقر.